السلام عليكم اخواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم، وان شاء الله تكونوا في صحه جيده. وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي ديروا لي جيم وديروا تعليق وبارطاجوا لي الفيديو مع الحباب والاصدقاء، هكا باش يستفادوا، سورتو البنات، هكا باش المبتدئات يتعلموا. وانت اللي كطلع لك الفيديو اول مره وراك تشوف فيا اول مره، ديري لي اشتراك وفعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. كما كتشوفوا راني نقطع في الخبز كما هكا، يعني كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو خبز مقلي. يعني هذا الخبز كانوا يديروه زمان، يعني ماشي حاجه جديده اني جايبتها لكم، ولا انا برك باغي نعطيكم فكره. يعني ما طيشوش الخبز ولا ترموه، ولا يعني مره استغلوا كيما هكا. قولوا لوليداتكم كيما هكا، يعني ماذا بكم ولادكم يتعلموا هكا. يعني ماشي شرط، ماشي ما يتعلموهمش يعني ياكلوا غير الكاطو، غير الحاجه الشابه، غير الحاجه المليحه. علموهم مره ياكلوا هكا حاجه بسيطه، حاجه كيما هكا. يعني مثلا الخبز، انا هكا مره ياكلوه ولادي زعما الخبز، راني مره ندير لهم، مره نشرو الكاطو، ومره هكا ندير لهم في الدار الكاطو، ومره ندير لهم هذا الخبز راهم يبغوه. كما تشوفوا هذا حليب، عندي غرفيه تاع حليب، وغادي ندير لها 3 مغارف تاع فرينه. يعني غرفيه حليب، 3 مغارف حتى 4 مغارف نتاع فرينه، صايي هكا، وتخلطيهم هذاك الاخر مليح حتى تحصلي على خليط ثقيل. هذا الخبز بدون بيض. يعني راكي تخمي تقولي بالبيض ومنا، وباش ندير داك الحاجه بالبيض ومنا خبز هكا لوليداتك. يعني هكا تفرحيهم هكا، مره ديري لهم هكا، تلفي لهم يعني هكا، واحد خطره يتلف هكا وهكا. بعد ما تحصلت على هذا الخليط راكم تشوفوا فيه يعني خليط ثقيل عاقد كما راكم تشوفوا. غادي نغمس الحبه تاعي هذاك تاع القطعه نتاع الخبز، وغادي نقليها مباشره في الزيت حامي، في الزيت سخون هكا، وغادي نديها المقله تنقلى كما هكا كما كتشوفوا. وهذا هو الخبز راني نقلي فيه كما هكا، وغادي نقلبه، ما غادي يلصق ما والو، كانني راني دايرته بالبيض. يعني هو ونفس البيض نفس النتيجه. يعني هذا هو بديل البيض، الحليب والفارينه. بالنسبه للمعقوده والشوفلير، البديل البيض تاعهم الماء والفارينه. بصح الخبز نديرو الحليب في بلاصه البيض، نديرو الحليب والفارينه هاكا، وراني نقلب فيه كيما هكا، راني نحمر فيه كيما هكا، وجا طري وجا شباب وجا ما شاء الله. كيما كتشوفوا راني نقلب فيه كيما هكا، ما لصق لي ما والو. ميم الزيت راكم تشوفوا فيه يعني قاعد لي نقي نظيف، يعني ما ماشي كيما هكا. هكا نتوما راكم تشوفوا الفيديو، ديروا لي جيم، ديري لي ديري تعليق، بارطاجي الفيديو هكا مع صحاباتك مع احباباتك هكا. غادي نقلي فيه كيما هكا. وانا الخبز زعما عمري ما طيشته ولا نرميه، ولا دائما نستغله، دائما يا نقلي لهم هكا مره الخبز مقلي، يا ندخله الخبز، ندخله في البنيون يعني الكاطو اللي ما يطيبش، يا نيبسه وندير له شابلور. يعني دائما ندير له كيما هكا، انا عمري ما نرمي الخبز. ولا هذا هو الخبز تاعي كيما هاك تشوفوا. عندي هنايا للتزيين عندي شوكولا هذا تويست تاع الحليب، وعندي اوبتيلا. وهذا هو يعني طبسي درته هكا بالسكر، يعني نوعت لهم طبسي هكا بالسكر. ما نسيت تدي فكره، طبسي بالسكر، طبسي من هذا الشوكولا، غمسته هكا في الشوكولا. والطبسي الاخر درت له هكا خطوط بالشوكولا تاع نوتيلا كما كتشوفوا هكا. حاجه بسيطه، حاجه اقتصاديه، حاجه سهله جدا بدون بيض بلا تكاليف. يعني عندك خبز في الدار بايت، هاتي قطعيه دوائر، وعندك الحليب في الدار، يعني دار ما فيهاش الحليب، ما فيهاش سكر، ما فيهاش فرينه، خلطي غرفيه حليب، ديري لها 3 مغارف فرينه، وغمسي داك الخبز تاعك، وعاودي راه في السكر. يعني ماشي شرط الشوكولا هذيك تاع تويسكو ولا شوكولا نوتيلا اوبتيلا، يعني غير هكا في هذا السكر وانتيا فرحتي وليداتك. وهذه الوصفه قديمه، يعني كانوا يديروها ناس زمان ماشي جديده. ولا انا برك عطيتكم فكره وقلت لكم ما طيشوش الخبز ولا ترموه. ولا وهذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله استفدتوا، ان شاء الله عجبكم الفيديو تاعي تاع اليوم. نقول لكم وصلنا نهايه الفيديو، نقول لكم بقاو على خير، سلام.